السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. صباحكم فل وياسمين، صباحكم معطر بذكر الله. فيديو جديد ويوم جديد، ويلا نبدأ يومنا بالصلاة على الرسول. النهارده معايا فيديو حلو خالص هيعجبك قوي. يلا بينا كده ندخل الفيديو. بس يا ريت بقى قبل ما ندخل الفيديو ما تنسنيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان اي فيديو جديد انزله يوصلك على طول. يلا بينا كده ندخل الفيديو ونشوف معانا ايه النهارده. اول حاجه كده هنستفتح بيها وهندخل بها الفيديو. معايا 2 كيلو من الدقيق، هبدأ دلوقتي انخلهم زي ما احنا متعودين مع بعض بالمنخل. خلاص نخلناهم، يلا بقى نجيب الحله بتاعتنا. معايا دلوقتي كده حله هامله نصها ميه او اقل من نصها، شويه حاجه بسيطه خالص ميه. يعني يا نص الحله يا اقل من النص، حاجه بسيطه. ومعايا ليمونتين كده، هبدأ دلوقتي ان انا اقطعهم واعصرهم فيها علشان الحله ما تزرقش معايا. الحله اي حله ألمونيا لما بتحطها على النار وبتغلي كتير بتزرق معاكي وبتعلم ويبقى غسيلها صعب قوي. لما بتعصري فيها كده ليمونة ولا اتنين او مثلا حبة من الخل كده، بصراحة بتنضف اكتر كمان، يعني لونها بيفتح وبتنضف وبتبقى حلوة خالص. حطيناها كده على النار لما تغلي. طيب على ما تغلي بقى، الاتنين كيلو اللي احنا نخلناهم دولت هننزل عليهم شوية من الملح ومعلقتين صغيرين من بتوع الشاي بيكنج باودر. يا معلقة كبيرة يا معلقتين صغيرين من بتوع الشاي. تمام كده. خلاص. حطينا على الدقيق الملح والبيكنج باودر. يلا بقى ايد كده فيها ميه وايد التانية بتقلب على طول. عايزاكي تقلبي كده، تفضلي تقلبي في الدقيق كده لحد ما تخليش دقيق بودر خالص. تمام، يعني تفضلي تقلبي فيه كده. احنا مش عايزين الدقيق النهارده يكون عجين، يعني مش هيتعجن، مش هيبقى ملمسه عجينه. لا، هنفضل بس نقلب فيه كده لحد ما ايه الدقيق كله يتغلف كده بالميه. بص يعني زي ايه، احنا هنشوف دلوقتي القوام مع بعض زي ما انت شايفاه كده. شوفي عامل ازاي، يعني زي ما تكون يعني الدنيا بتشتي كده، وايه ونزلت شوية مطرة خفيفة كده ايه على الارض كده، يعني تراب. فاهماني؟ يا رب تكوني فاهماني، انا مش عارفة اوضحها اكتر من كده. بس الشكل اللي انت شايفاه قدامك ده يا رب تكوني شايفاه. ويلا بينا دلوقتي بقى على الكبة. حسيت كده ان الكبة فيها نقطتين مية من فوق، مسحتهم كده بمنديل. ويلا نبدأ على طول ننزل الدقيق اللي احنا حطينا عليه الميه ده في قلب في قلب الكب. بص اهو عامل زي حبيبات الرمل بالظبط اهو. بص الشكل ده كده. يا خرجت والنبي ما احنا شايفين منكم حاجه. بتقول لي هاتي هاتي اوري لهم. ولاد اللي بيصوروني بيقولوا هات اما نوري لهم شكله عامل ازاي. الاتنين حطوا ايديهم، ما شفناش حاجه، بس هنشوفه دلوقتي تاني مع بعض. هبدأ دلوقتي كده على طول احط كده انزل كده في الكبة اهو. بص عامل ازاي، عامل زي حبيبات الرمل بالظبط. هنقرب الكاميرا دلوقتي وهنشوف شكله وهنشوف ملمسه وكل حاجة. بس كده ايه. ايوه نحط كده. الكبة كانت عايزة تتحط الاول وتتظبط وبعد كده يتحط فيها المبروم. بتسموه عندكم ايه بقى؟ بتسموه مبروم ولا كسكسي ولا بتسموه عندكم في بلدكم ايه بالظبط؟ احنا عندنا احنا بنسميه مبروم. هنبدأ دلوقتي كده نبرم المبروم معانا في الكبة زي ما انتم شايفين كده بالظبط لحد ما نخلص الكمية اللي معايا كلها. تمام. بصي يا ستي، انا ايام ما كنت مع حماتي وكنا بنعمل المبروم ده، كنا بنعمله في شفت اسمها ايه، اللي بص قد ايه نازل مفلفل وبص بالواحده كده حاجه كده بقول لك تحفه خالص. كنا بنعمله عندنا في الغربال، بس الغربال بقى بتبقى الخروم بتاعته كبيره شويه بيتنزلوا اكبر من ده. انما الكبه بصراحه بتديكي نتيجه حلوه قوي. انا عن نفسي عجبني الكبه عن الغربال كتير قوي. يعني انا بقولك لما كنت مع حماتي وكده عمرنا ما عملناه في الكبة خالص، كنا بنعمله في الغربال. كان بيبقى يوم حلو قوي، وكنا بنعمل كده كمية كبيرة قوي وكنا بنتغدى بيها يومها وساعات كمان تاني يوم، وكنا بنعين كمان نحطه في الفريزر. بصراحة كان بيبقى يوم حلو خالص. بس كنا بنقعد بقى ايه طول النهار نعمل بقى، لان احنا مش ما كناش بنعمله كل يوم. المبروم معروف ان هو يعني مش بيتعمل على طول وكده، مش زيه زي الاكل العادي يعني. بس كده خلصت كده الكمية اهو معايا كده. هجيب دلوقتي المصفى بتاعت حلة المبروم اهو، ومعايا شاش مخصص كده للايه للاكل والحاجات دي. اول ما بجيب المصفى كده بنزل فيها عصيان من الخشب، بنزل فيها شوك، بنزل فيها اي حاجة. المهم اي حاجة تشيلي المبروم ما تخليهوش لازق في ارضية المصفى، علشان لما البخار يغلي كده تحت والمية كده تطلع البخار بتاعها
ما تلمسش ارضيه المبروم ويعجن معاكي اهو زي ما انت شايفه كده. وبعد كده هنزل بقى عليه كده بالشاش اهو. انا عايزه الشاش يكون كبير كده فوق، علشان برضو الحله بتكون متغطيه، علشان لما الحله تعرق كده من فوق ما تنزلش برضو عليه الميه ويعجن معاكي. تمام كده. بس كده طلعنا اول دور اهو زي ما انتم شايفين كده. هبدأ دلوقتي بالمعلقة كده على طول، وهبدأ ان انا افرك. طبعا كان سخن مولع، بفضل اقلب فيه كده بالمعلقة، وبعد كده اعمله بقى بايديا. وبرضه هروح تاني على الكبة، بس قبل ما اروح على الكبة بقى هرده تاني مرة، يا اما بمية يا اما بلبن. انا هرده النهاردة باللبن. لو انتي ما بتحبيش اللبن او ما عندكيش لبن عادي جدا ممكن ترديه بالمية. طب هياخد قد ايه الاتنين كيلو دي؟ انا حطيت كوبايتين ونص من الكوبايات اللي معايا دي، اللي انت شايفاها في ايديا دي. وبرضو على حسب الدقيق اللي معاكي، ممكن في دقيق ممكن ياخد اكتر من كده، ودقيق ممكن ياخد اقل من كده. انت كلك نظر، طالما ايديكي في الحاجة وبتلفي فيها هتعرفي اذا كان الدقيق هيبقى محتاج معاكي تاني او مش محتاج. انا عن نفسي الدقيق اللي كان معايا النهارده حطيت كوبايتين ونص من اللبن. زي ما قلت لك، لو عايزه تستغنى عن اللبن وتحطي ميه، او ما عندكيش او ما بتحبوش، في ناس فعلا حرفيا ملهاش في اللبن ما بتحبوش، ممكن ايه تحطي ميه. تمام. وهبدأ ان انا دلوقتي افضل اخلط فيه برضو كده بالكبة لحد ما اخلص برضو الكمية اللي معايا كلها. طيب قعد قد ايه؟ المرة الاولانية ديت قعد 45 دقيقة. تمام. يعني انا لما عملته بالكبة اول مرة وحطيته في الشاش وحطيته على النار، قعدته 45 دقيقة بتلفتيه كده زي ما قلنا بالشاش كده. ولازم الشاش يكون كبير كده من فوق. بس على فكرة الشاش ده المفروض يكون هو مخصص للطبخ، يعني مش محدش بيلبسه محدش بيستعمله. يا دوبك على قد المبروم هتعملي جبنة مش عارفة ايه كده يعني. يكون حاجات، يكون ايه هو مخصص للطبخ يعني وكده. فحطيته اول مره زي ما بقولك قعد 45 دقيقه. تمام. نزلناه بقى دلوقتي، وهبدأ دلوقتي ان انا اعمل الكميه دي كلها لحد اما اخلصه، وهنرجع تاني برضو نحطه على النار. احنا مع بعض اهوت واحده واحده. وبحاول كده ان انا اجيب لك على اي اسئله، علشان ايه لما تعمليه ان شاء الله يطلع احسن حاجه، ويطلع يكون يعني انت راضيه عن النتيجه، ويبقى حلو خالص معاكي. والف هنا وشفا مقدم. اهو زي ما انت شايفه كده. زي ما بقول لك بقى ان انا كنت بعمله لما كنت مع حماتي، بقول لك كانت هي بتعمله بقى ايه في الغربال. هو غربال كبير كده مدور وكبير كده وكلته ايه خروم كده، يعني الناس اللي مش عارفاه يعني قد كده. ايوه كده. كنا بنعمله بقى، وكانت بتعمله بنفس الطريقه، بس هي ما كانتش بتحب تعمله باللبن، كانت دايما تعمله بالميه، لان هي فعلا ما كانتش بتحب اللبن، ملهاش في اللبن قد كده. فكنا بنعمله بايه بالميه. بص قد ايه حلو خالص ومفرفر. بقولك عامل زي حبيبات الرمل بالظبط اهو. اوعي تستغني عن معلقه البيكنج باودر. البيكنج باودر بيديله هشاشه وبيخليه خفيف، وما بيخليهوش يزور ولا يكون تقيل. المبروم اللي ما بتحطلوش بيكنج باودر، او بيبقى معمول مثلا في الغربال اللي بقولك عليه ده، بيبقى تقيل قوي، بيبقى تقيل وبتبقى حبيباته كبيره كده. بص عامل ازاي، بص قد ايه خفيف اهو. بصي تحفه تحفه بجد اهو. بص الجمال اهو. يلا نبدأ تاني نحطه ايه المرة التانية. برضو نفس الخشب ونفس الشوك ونفس كل حاجة محطوطة في قلب الأرضية. وهنبدأ على طول نفضي المبروم لتاني مرة اهو، المبروم او الكسكسي. وبعد كده بقى ايه نظبطه كده ونسويه، ونحط برضو الشاش. وبعد كده نروح نحطه برضو على النار ونغطي عليه، ونسيبه برضو 45 دقيقة. دي المرة التانية. خلاص كانوا ال45 دقيقة كانوا عدوا. هنبدأ دلوقتي ان احنا ننزله كده على طول. كان حرفيا سخن مولع، بيبقى سخن قوي يعني لدرجة ان انا حرفيا ما مش قادرة اشيله. بس خلاص ربنا عني وشلته. نشيله بقى كده، ونبدأ برضو بالمعلقة كده على طول نقلب فيه كده لحد ما نفك الكتل دي كلها اهو زي ما انت شايفة كده. كان معايا دلوقتي نص كيلو من السمنة على زبدة اهو. نص كيلو سمنة على زبدة. بصي يا حبيبة قلبي، انت ممكن تعملي كيلو، ممكن تعملي 3 كيلو، 4 كيلو، 2 كيلو. مش هقولك على مقدار سمنة معين. انا عن نفسي حطيت نص زبدة على سمنة، يعني سمنة وزبدة نص كيلو، وحطيتهم على الاتنين كيلو وكانوا حلوين وكانوا زي الفل. تمام. انت بقى ممكن ممكن الدقيق بتاعك زي ما قلت ممكن يحتاج مثلا مادة دهنية كتير، ممكن يحتاج اكتر من كده، ممكن يحتاج اقل من كده.
اعملي انت زي ما بقول لك كده ان انت كلك نظر. يعني انت هتحسي اصلا اذا كان المبروم في ايديكي، لو لقيتيه ناشف كده ومش واخد كفايته كده، خلاص زودي له شويه. لقيتيه خلاص تمام كده وكله حلو، خلاص ما عدتش تحطي. انا من رك ما حطيت السمنه على المبروم، خلاص انت كده ممكن تستكفي كده حلو قوي وتحطيه وتاكلي والف هنا وشفا. تمام، هو كده خلص. بس انا بقى دي حته من عندي كده بتديله كمان كده حلاوه زياده، وبتديله هشاشه، وبتديله كده طعم وقوام تحفه جدا. هبدا ان انا دلوقتي اعمله في الكبه تاني لتالت مره. انا زي ما قلت لك لو انت عايزه تستغنى عن الخطوه دي خلاص، يعني رق محطات السمنة خلاص ممكن خلاص تغرفي على كده وتقعدي تاكلي. بس انا عن نفسي بحب ايه، ادوس عليه كمان ايه المرة دي. هبدأ دلوقتي ان انا اعمله برضو كده في الكبة زي ما عملته لحد اما اخلصه خالص دلوقتي. وهرجعه كمان مرة، بس مش هرجعه دلوقتي 45 دقيقة، هرجعه هم 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير قوي زي ما انت شايفة كده. ما تعرفيش بقى الخطوة الزيادة دي، بقولك بتديله هشاشة كده، وبصي والله العظيم كأنك بتاكلي جاتوه. اي نعم التشبيه يعني فرق السما عن الارض انا عارفة، بس حاجة خفيفة قوي، مش بتزور. خفيف قوي قوي، حاجة كده تحفة والله العظيم، حاجة كده بتدف في البق. اه زي ما بقول لكم كده، زي ما انتم شايفين بقول لكم خلاص انا كده خلصت. اهو دلوقتي بقى كده تقدري تاكليه، حاجة كده خفيفة وحاجة هشة وحاجة مش بتزور، تحفة جدا جدا جدا. ممكن بقى تاكليه باللبن، تغلي كده لبن وتاكلي باللبن. عايزة تاكليه بالمكسرات والزبيب وجوز الهند والسكر المطحون، تمام. عايزة تاكليه بشوربة زي ما احنا هناكله النهاردة. انا كنت طبخة فراخ جنب المبروم النهاردة، هغرف كده طبقين من الشوربة وهنطلع الفراخ. بس ده بيني بيننا احنا بقى. بس هنحط بس طبقين من الشوربة، وهنحط طبق كبير كده من اللبن، وهنغرف كمان طبق كده هنعمله مسكر، هنحط عليه زبيب وجوز الهند وسكر مطحون. ونبدأ ان احنا بقى ايه، نزوق الصحن بتاعنا والطبق بتاعنا كده ونظبطه. لو انت عامله كميه كبيره او انت مثلا عيله صغيره شويه، انا عن نفسي المبروم يعني ما باتش، فضل منه شويه صغيرين قد كده، كلناهم تاني يوم بس وخلاص وانتهت. انما لو انت مثلا عيله صغيره وعامله 2 كيلو ولا كده، عادي جدا ممكن بتقومي جايه حطاه في اكياس، وتقومي جايه رابطه الكيس كويس، تطلعي الهواء كله منه، وبتحطيه في الفريزر تطلعي منه بقى كده. واليوم اللي انت هتطلعي فيه تقومي جايه مطلعه الكيس، حطها على النار وتفضلي تقلبي فيه كده، هيسخن معاكي وبصي كأنك لسه عاملاه دلوقتي اهو. تمام كده. بصي يا ستي، لو عايزه تحطي عليه السمنه والزبده زي ما احنا حطينا كده على المبروم كله مره واحده، تمام. ما انتش عايزه تحطي، او مثلا يعني الكميه كبيره عليك وهتعينها في الفريزر، خلاص تمام. بتقومي جايه عاملاه وتاخدي على قد اكلك النهارده تحطي عليه السمنه والزبده. برضو ما عندكيش زبده مش مشكله، حطي كله سمنه عادي جدا. حطي على قد اللي انت هتاكليها النهارده حطي عليه السمنه، والباقي برضو ممكن ما تحطيش عليه، حطيه في اكياس واربطي الكيس حلو ودخليه الفريزر. وساعه ما تيجي تطلعيه تاني طلعيه وسخنيه وحطي السمنه عليه. دي معاكي ودي معاكي. تمام كده. بس كده وخلصنا بقى الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبك. ولو في اي حاجه، اي تعليق، اي سؤال، اكتبي لي في التعليقات. السلام عليكم.